السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما. احلى طاجن رز معمر باللحمة. عملته بطريقة سهلة جدا، وعايزة اقولك ان طعمه احلى من اللي جاهز بكتير، وحاجة نظيفة انت عاملاها في البيت، والطريقة بتاعته سهلة جدا ومش مكلفة خالص. عايزة اقولك الطاجن ده جميل جدا، لو جربتيه يعجبك قوي. بصي شكله عامل ازاي، وعايزه اقول لك طعمه احلى كمان. وده شكله من جوه. بصي الرز عامل ازاي، رز مفلفل مش معجن، وفي نفس الوقت طعمه جامد، طعمه حلو جدا. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش لايك للفيديو. اول حاجه حطيت هنا اللحمه، اي لحمه عندك بحطها على النار من غير اي حاجه. بحط بصلايه وحبهان وفلفل، وبحط اللحمة على النار لحد ما تشرب المية بتاعتها. وبعد كده بحط على اللحمة مية سخنة، تكون المية دي بتغلي، وبسيب اللحمة بتاعتي تتسلق براحتها ولحد ما اللحمة تستوي معايا نص سوا. دلوقتي حطيت المية السخنة وهسيب اللحمة بقى على النار لحد ما تستوي نص سوا، علشان هحتاجها واحتاج برضو الشوربة. بس كده، مش بضيف اي حاجة تاني. بعد كده بجهز معايا المكونات التانية. بجهز هنا نص كيلو من الرز، وحسب بقى الطاجن اللي عندك. انا عندي 2 طاجن، طاجن كبير وطاجن صغير. ممكن تقسميهم على 2 طاجن، بس نص كيلو الرز ده لو اتحط في طاجن لازم يبقى طاجن كبير اكبر من اللي انا حاطه فيه ده. فانتي لو طاجن صغير قسميهم على 2. ده الطاجن بالشكل ده كده. ممكن تعمليهم في صينيه بايركس. دلوقتي انا غسلت الرز بالشكل ده كده، وقسمت الرز على الطاجن الصغير والطاجن الكبير. حطيت شويه في الطاجن الصغير وشويه في الطاجن الكبير، ومعايا هنا سمنه سايحه. ورز طبعا انا غسلاه. بعد كده هحط بقى هنا على الطاجن الكبير سمنه. هحط 3 معالق من السمنه، وهقلبهم كويس مع الرز عشان الرز يطلع معايا مفلفل. واحط هنا معلقتين سمنه على الطاجن الصغير، وهبتدي بقى اقلب الرز كويس جدا مع السمنه. تقلبيه كده بالشكل ده كده. الخطوه دي مهمه جدا علشان الرز يطلع معاكي مفلفل وما يطلعش معجن. بقلب كده الرز كويس مع السمنه. بعد كده بقلب في الطاجن اللي هو الصغير بالشكل ده كده. بقلب كده الرز كويس. لازم الرزايه تبقى كلها، يعني كل الرز يبقى متغطي بالسمنه، متغلف بالسمنه. بعد كده بجيب اللحمه اللي انا سلقتها. دي اللحمه اللي انا سلقتها. بتقطعيها اي شكل انت عايزاه. يفضل ان اللحمه ما تكونش قطع كبيره. بحط بقى شويه لحمه هنا على الرز ده، وبرضو احط شويه لحمه على الرز التاني في الطاجن الصغير. بس كده. بعد كده بجيب بقى الشوربه. ده شكل الشوربه بتاعت اللحمه. احط عليها بقى التوابل اللي انا عايزه احطها. احط عليها هنا 7 بهارات. دي 7 بهارات من فاين فوز. وطبعا حاطه فلفل برضو وحاطه ملح. بعد كده احط بقى، لو عندك جبنه مثلثات احطي واحده او 2 عشان تدي طعم حلو مع اللبن. بحط الجبنه المثلثات كده في الشوربه. هي بعد كده بتسيح معايا بس بتدي طعم حلو. بس كده. بعد كده بقى بحط، انا كنت حاطه ملح. احط شويه ملح بس صغيرين تاني. وبعد كده معايا هنا معايا جبنه موتزاريلا. بحط بقى على اللحمه، بوزع هنا شويه في الطاجن ده، وبحط شويه برضو في الطاجن التاني.
الخطوة دي مش اختيار، يعني ممكن لو مش عندك جبنة موتزاريلا ما تحطيش، هي بس بتدي مطة في الطاجن، لكن لو مش عندك ما تحطيش، مش مشكلة يعني. وبحط شوية جبنة في الطاجن ده، وبحط برضو على الطاجن التاني شوية بالشكل ده كده. وبعد كده بجهز بقى اللبن. معايا هنا نص كيلو من اللبن هحطه على الشوربة. ولازم برضو اللبن يبقى معاكي دافي، هو اللبن ده من الفريزر. هحطه على النار يدفى شوية، عشان ما ينفعش احطه ساقع على الرز، هيخلي الرز معاكي يعجن. دلوقتي خلاص اللبن انا دفيته، يعني ما غليتهوش، مش لبن سخن قوي. بعد كده احطه بقى على الطاجن، ولازم املى الطاجن باللبن علشان الرز معاكي يستوي كويس بالشكل ده كده. بس برضو زي ما انتوا شايفين كده انا حاطه الرز في نص الطاجن هو واللحمه. مش لازم تحطي بقى، يعني تحطي الرز يبقى كتير، لان كده هيجي في الفرن هوريكم شكله في الفرن عامل ازاي. ممكن ينزل اللبن هيغلي معاكي، وممكن ينزل ويبوظ لك الفرن. فلازم الرز يبقى في نص الطاجن. احنا هنكتر بس اللبن شويه، بس برضو مش هنملأ الطاجن قوي باللبن، علشان برضو ما ينزلش منك وهو بيغلي في الفرن. دلوقتي انا حطيت اللبن اهو، طبعا انا حطيت اللبن على الشوربه، يعني كلهم دلوقتي اللبن مع شوربه، وبقلبهم كويس كده علشان الرز يتشرب من اللبن بالشكل ده كده. طبعا الرز بياخد ميه، بياخد قصدي يعني بيشرب ميه لما بتيجي تعمليه في العادي، فاحنا لازم نكتر شويه، يعني زياده عن الرز اللي احنا بنعمله العادي عشان يستوي معاكي. وعايزه اقولك ان الطاجن بياخد وقت برضو على بال ما يسخن في الفرن. بس كده انا حطيت بقى اللبن على الرز وعلى اللحمه بالشكل ده كده. بعد كده بقى احطهم في الفرن في النص، مش هنحطهم تحت ولا هنحطهم فوق، او هنحطهم في النص على درجة حرارة 180، او لا او اكتر من 180، 200 درجة حرارة 200. بصوا ده شكله هو في الفرن، وبنشغل المروحة يستوي معانا بالشكل ده كده. ده شكله بعد ما طلع من الفرن، بصوا شكله جميل جدا، وعايزه اقولك طعمه حلو قوي، جربيه. وطبعا ده مختلف عن الرز معمر اللي هو بالسكر، ده طعمه حلو جدا بجد يعني. يا رب يكون عجبكم. وده الطاجن التاني اهو. هكون افدتكم في الفيديو، ما تنسونيش في لايك. مع السلامه.